السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل طبق سلطة خطير بجد، طبق سلطة كده بالبطاطس والمايونيز. طعمه حلو جدا، هيعجبكم قوي. وخصوصا بقى ان احنا في الصيف وبنحب ناكل حاجات كده تكون خفيفة وفي نفس الوقت مغذية، وكمان تنفع لو بتعملوا دايت او بتحبوا تاكلوا الاكل الصحي. تعالوا بقى النهارده نعمل البطاطس بس بطريقه مختلفه كده شويه مع طبق السلطه الجميل ده. تعالوا نشوف هنعمله ازاي، بس في البدايه نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ونبدا في الفيديو بتاعنا. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ونضغط اعجاب ونشارك الفيديو كده مع بعض. اول حاجه كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا نعملها وهي البطاطس. هجيب البطاطس، نوع البطاطس يكون صغير شويه، يعني دي كمان كبيره لا، يفضل ان احنا نجيب بطاطس اصغر من كده. وبقشرها بنغسلها كويس جدا، وبعد كده نحط عليها ميه ونغطيها بالميه ونحطها على النار لحد ما تتسلق. بمجرد بقى ما هتتسلق، شايفين اول ما هنحط كده السكينه تخرج بسهوله، يبقى كده اتسلقت معانا كويس قوي. هناخدها بقى على صينيه كده وندهن الصينيه بزيت، ويفضل طبعا يكون زيت زيتون، بس انا دهنتها بزيت عادي. وبعد كده ناخد بقى البطاطس بتاعتي وهي سخنه كده، هنبدا ان احنا نحطها في الصاج او الصينيه بتاعتي. وما تقلقوش، مش شرط ان احنا نحط ورق زبده، عادي ممكن نحطها في الصينيه عادي. وبعد كده بعد ما حطيت البطاطس بتاعتي، هنبتدي ان احنا نجيب بقى كوبايه كده او اي حاجه، ونبدا ان احنا نهرس البطاطس دي. مش هرس يعني، نضغط بس عليها ضغطه كده بالشكل ده. شايفين بالطريقه دي هنضغط عليها بس ضغطه كده ونسيبها بقى. وبعد كده لان احنا لسه هنحطها في الفرن كمان. عايزه اقول لكم الطريقه دي حلوه جدا وبتخلي طعم البطاطس خطير. طعم قرمشه البطاطس وطعم البطاطس المشويه في الفرن بتبقى حلوه جدا. بعد كده نحط عليها شويه من الزيت، وبرده يفضل زيت زيتون. وبعد كده هنرش عليها شوية من الملح، وبعدين نحط عليها شوية من الفلفل الأسود. وفي ناس بتحب تضيف إضافات تانية، لو حابين تحطوا بابريكا عليها ممكن نحط بابريكا عليها، مفيش مشكلة. بس أنا اكتفيت بالملح والفلفل الأسود، وأحطها في الفرن تحت الشواية وأشغل الفرن وكل حاجة لحد ما تبدأ إن هي تتحمر معايا وتقرمش. تعالوا بقى نعمل الدريسنج بتاعنا. أول حاجة عبارة عن المايونيز اللي احنا كنا عاملينه في الفيديو اللي قبل كده، هسيبهولكوا في صندوق الوصف. استخدمت منه حوالي 3 كده معالق، وبعدين حط عليهم علبة من الزبادي الصغيرة، مش هنحط علبة كبيرة. وبعد كده عندي بقى عصير ليمون. عايزه اقول لكم طعمه حلو جدا، هيعجبكم لو جربتوه. عصير ليمونه، نص ليمونه كده كبيره او ليمونه صغيره. وبعد كده نحط معلقه صغيره من الخل وننزل عليها بزيت زيتون. وبعد كده نبتدي بقى ان احنا نحط شويه من الملح، وهنحط شويه من الفلفل الاسود، مش هنزود قوي. ونقلب بقى كل الكلام ده كله كويس جدا. وبعد كده هننزل عليهم بشويه من الشبت والبقدونس. عايزه اقول لكم الشبت بيبقى حلو جدا وبيليق قوي مع البطاطس. نحط بقى نزود شويه في الشبت، وبعد كده نقلبهم كويس قوي. وبعدين نركنه على جنب بقى، ونيجي بقى لشويه خضار. عندي بصل وبطاطس وطماطم وخيار وفلفل الوان، نقطعهم قطع صغيره. وبعد كده ننزل بقى كل دول كده في الطبق كده التقديم. انا عملته في طبق التقديم على طول. وبعد كده هنحط عليهم بقى البطاطس بتاعت، شايفين بقى البطاطس بقى هتخرج من الفرن. بصوا بقى الجمال. تعالي نركن ده على جنب كده ونشوف بقى البطاطس بتاعت، شايفين بقى اتحمرت بقى ومقرمشه وطعمها حلو جدا. بالقطعها كده او اي حاجه، ببتدي ان انا افرفت بس البطاطس كده، افككها من بعض بالشكل ده كده. وبصوا بقى هتخرج معايا بسهوله جدا، وطبعا مقرمشه قوي وطعمها حلو جدا. هناخدها بقى بعد ما حمرتها كده وقرمشت، هناخدها بقى ونحطها على طبق السلطه بتاعتي. بعد كده بقى نقدمها بقى على طبق السلطه. شايفين طبعا السلطه دي ميزتها بقى ان هي تتاكل يعني ايه وقتي، عشان تحسوا بقرمشه البطاطس. لان طبعا لو حطيتوها في التلاجة شويه البطاطس ممكن تطرى معاكم، بس بيبقى طعمها حلو برضو. ما بتبقاش يعني، بتبقى طعمها حلو لما كمان، وخصوصا لما الخضار يتشرب من الصوص اللي احنا عاملينه ده. ننزل بقى بالصوص ده على البطاطس بالخضار. تمام، ونقلب بقى. يعني عايزه اقول لكم طبق بطاطس حلو جدا ووجبه كامله متكامله. عايزه اقول لكم انا فعلا اليوم ده ما اكلتش غيرها. يعني كان كنت يوميها عامله كفته، اكلت بس صباعين الكفته مع البطاطس دي، كان طعمها حلو جدا وحاسه ان انا شبعت. وما احتجتش ان انا اكل رز ولا عيش ولا اي حاجه خالص. فده برضو من الحاجات اللي تنفع جدا لو انت عامله دايت. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. طبق مش مكلف، وفي نفس الوقت كله فوائد، وان شاء الله يعجبكم جدا. جربوه بقى، وما تنسوش اللايك ونشترك في القناه ونفعل الجرس. وما ننساش طبعا نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في الكومنتات. وبس كده وخلصت وصفه النهارده. استنوني في وصفات تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.